السلام عليكم، ازيكم في فيديو جديد على قناة يوسف صلاح 3D. في فيديو النهاردة حاجة جديدة، هنعمل منتج اللي هو باكجينج لست الكل كيس مكرونة يسهل عليها فتح الكيس. عشان طبعا احنا عارفين ان احنا لما نيجي نفتح الكيس نفتحه كده، فالمكرونة طبعا بتطير في كل حتة. فهنعمل على بلندر باكج جديد للمكرونة سباجيتي. طبعا هيكون باكجينج ل آه، كيس مكرونة الملك. تمام. طيب زي ما احنا متعودين الفيديو هيتقسم ل 3 بارت. تمام. البارت الاول هنعمل الموديلنج، والبارت التاني هنعمل التكستشرز، والبارت التالت هنعمل اللايتنج والانيميشن. تمام. طيب عايزك بقى ايه تجهز معاك كده ايه السحلب بتاعك، ويلا بينا نخش في الفيديو. طيب اولا في ريفرنس انا هسيبه لك تحت في الديسكريبشن دوت اللي هنمشي عليه. طيب ثانية بس ايه اشغل لك الاول الكي كاست علشان تعرف انا بعمل ايه بالظبط، علشان ما تهش مني وخليك مركز معايا. سكرين كاست، ايوه هو ده تقريبا هو موجود. طيب ركز معايا بقى. اولا هتدوس شيفت A وتجيب عند ايمج ريفرنس، وانا حاطه عندي هنا في الداونلودز. فهننزل هننزل وادي الكيس. تمام. اولا احنا علشان نعمل الكيس دوت احنا مش هنعمله بنفس اللي في الصورة، احنا هنعمله بطريقة معينة علشان نعمل الباكجينج اللي انا قلت لكم عليه في بداية الفيديو. فانت هتدوس شيفت A كأنك بتعمل ريفرنس عادي، فهتعمل شيفت A وبس تجيب كده SY تخليه كده، وهجيب لكم المكرونة برضو من على الجنب، كيس المكرونة من على الجنب عشان تبقوا عارفين تبقى عاملة ازاي. بس الاول نجيب بس هنا رايت شيفت A ايمج ريفرنس وتنزل لتحت وتجيب كيس المكرونة. طبعا هو هنا اهو دوت الكيس من على الجنب هنا. اول حاجة هتقوم جايب دوت فوق خالص في الاخر هنا، تدوس الت زد عشان يعمل لك اكس راي، وتعمل دوت اس اكس كده وتطلعها لفوق، كنترول ار وتجيب دي هنا، او لا هتجيبها هنا فوق. حلو. وتجيب ديت هنا بالشكل ده. سيبهم دلوقتي كده كده هنعمل ميرور للجزء اللي تحت. انت بس الاول ايه اطلع فوق هنا وصغر دي، وهتقوم دايس اي زد ونازل بيها ايه لتحت، مش لتحت قوي، خليها لحد الكروسر او 3D كروسر، هتخليها هنا كده ايه في النص، عشان كده كده يعني ايه هنعمل هنعمل ميرور. تمام. عشان ما نقعدش نعمل هنا فوق شوية وهنا تحت شوية وهنا فوق شوية. تمام. طيب هتقوم جاي هنا وتصغر الحتة دي اس اكس سيكا بالشكل ده، وتقوم جايب دي هنا مطلعها فوق كده لوحدها فوق شوية، او لا دي هتخليها زي ما هي. وبعد كده هتقوم جاي هنا وخلي دي كده، وتقوم رايح بقى ايه عند الرايت. حلو. بس الاول تجيب subdivision surface بالشكل ده، وتحط هنا في النص كت، وتشيل الجزء اللي تحت ده خالص فيس تشيله كده، وتقوم عايزين نكبر الجزء ده اس اكس كده، نجيب برضو الجزء ده هنا كده، والجزء دوت انت هتيجي عند الايتم تخلي المين كريس على الاخر وتكبره كده. تيجي هنا برضو تخليه بالشكل ده، ممكن برضو تزود دي كده ايه شوية، وتخلي دي ايه زي ما هي بالشكل ده، تبقى معاك بالشكل ده. حلو. طبعا الجزء اللي فوق دوت احنا هنرفعه، بس خلينا بس نوصل لهنا الاول. نيجي هنا
طبعا ده الجزء اللي فوق. هتدوس اس واي وتصغره كده ايه على الاخر بالشكل ده. طبعا قبل ما تعمل اي حاجة بس عايز نعمل حاجة الاول. انت هتيجي هنا عند الداتا اوبجكت او الاوبجكت داتا، هتعمل شيب كي بالشكل ده وتحط كي كمان. استنى شيل الكي. انت هتدوس اس واي وتصغرها بالشكل ده. حلو. بعد كده هتقوم حاطط كي وتكبره تاني بالشكل ده. حلو. وهنشيل بس الفيس اللي فوق، عشان الفيس اللي فوق دوت المكان اللي هتطلع منه المكرونة يعني. جينا نعمل كده 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 عشان تبقى ايه الانيميشن سهل علينا. تمام. طيب الجزء اللي فوق دوت بقى احنا هنزود فيه كاتس كتير بالشكل ده. تقوم جاي هنا بص الاول ده لو لقيته بيعمل معاك كده فهتدوس كنترول اي سكيل وتيجي هنا تاني الت تعمل شيفت على الاتنين دول الت اي اكسترود الوجمز وتكبر بالشكل ده. مثلا كده نزود تبقى معاك ايه بالشكل ده. بس عايز تبقى معاك بالشكل ده. طيب معلش هو برنامج قفل وفتحته تاني وعملت تاني من الاول، فخلينا نكمل على المكان اللي احنا كنا واقفين فيه. طيب اولا احنا الجزء دوت الجزء ده اللي احنا عملناه هنا دوت هنشيل او مش هنشيله، احنا هنخليه دوس بي سيلكشن هتخليه كده ايه لوحده بالشكل ده وهتقفله من فوق. تمام بس كده. نروح عند هنا. تمام. تخليه كده بس قبل ما تخليه كده عشان بس ايه الدنيا تكون مظبوطة هنحط واحد هنا واحد هنا وهنوصلهم ببعض. وتقوم جاية هنا عند الإيدجز هنا وهنا 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 وتدوس اف. تقوم جاية هنا وهنا 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 وتدوس اف بالشكل ده. حلو حلو. طيب بعد كده هتقوم اعمل ايه الجزء ده هتخليه هتدوس اس اكس بس الاول هتدوس رايت كليك سيت اوريجين فول وتدوس اس اكس وتصغرها بالشكل ده وتنزلها لتحت بالشكل ده. تقوم بعد كده رايح عند الفرونت شايف الجزء ده هتدوس كنترول ار وتعمل هنا واحدة. حلو. بتقوم جاي هنا وتدوس جي واي جي اكس ترجعها لورا ايه كده شوية وتدوس كنترول بي. خليه بس هو ايه في جزء صغير كده بالشكل ده. حلو. تمام. دوت بقى الجزء اللي هيتشد وتقوم المكرونة ايه مفتوحة منه. خلينا بس ايه نعمل الجزء اللي تحت. تقوم جاي هنا رايح عند الموديفاير properties generate mirror بدل x z بالشكل ده وتطلعه فوق السب ديفيجن سيرفيس بالشكل ده. ممكن نزود ده شوية بالشكل ده كده. طيب هتقول لي يا يوسف احنا ازاي هنخلي دوت يتشد كده من فوق او يتفتح كده كأنك ما تفتح باكت. تمام. اقول لك مادام انت موجود هنا على القناة بتاعتي هتعرف كل حاجة في بلندر. ركز معايا انت بس الاول. هتدوس على حرف الزال من هنا. حلو. وتروح عند الفرونت فيو تروح عند دوس تاب هنا وتدوس على الفيرتكس وشيفت اس كروسر تو سيلكتد وتقوم رايح عند اوريجين تو 3D كروسر بالشكل ده. وتقوم جايب ايه بقى هتقوم جايب شيفت اي ارمريتشر وتجيب بون وتحطه هنا وتصغره
شايف كل بوينت شايف المربعات اللي هي الجايد دوت او الجريد دوت، انت هتحط كل اخر بون او كل حتة بونز من هنا في البوينت دي. يعني انت هتقوم جايب واحدة هتقوم حاططها هنا، وبعد كده هتقوم حاططها هنا، بعد كده التانية هتقوم حاططها هنا بالشكل ده كده. يعني بص، هتدوس هنا اي، دوس اي اكس وتقوم حاطط دي هنا، بعد كده اي اكس وتقوم حاطط دي هنا، بعد كده اي اكس وتقوم حاطط دي هنا كده، اي اكس وتقوم حاطط دي ايه هنا بالشكل ده. حلو. بعد كده هتقوم رايح عند اللي هو الحتة اللي بنشد منها الباكت، وتعمل لها كونكت بالبون عن ال with automatic weight. مثلا كده نشوف اور تلاقيها ايه بتبدأ تتحرك معاك بالشكل ده. تمام كده ايه بالتمام شغال. طيب كده الجزء الأهم خلص، نيجي بقى للجزء التاني هنا لوحده. بس اشيل ايه دوت عشان ايه ما نتلخبطش، علشان نفتح كيس المكرونة. كيس المكرونة هيتفتح ازاي؟ بص بقى يا صاحبي، اول حاجة انت هتحط هنا كات وهنا كات، وتقوم جاي هنا في الفرونت فيو الت زد، تيجي في النص هنا كده وتدوس اس واي، تبدأ بس تكبر دي حبة كده، تيجي هنا اهو، هنا اهو واس واي. يعني هو كده كده كيس المكرونة مش هيتفتح جامد يعني، بس ايه عايزين نوسع الأماكن دي. اس واي نقفل ده، اس واي بالشكل ده. بس ايه نصغر الحتة الكرومبة دي كده، هنا 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 بالشكل ده كده. حلو. تقوم جايب شيب كي وحطه، وتيجي هنا وتصغرها تاني بالشكل ده. تقوم ايه مفتوحة كده، كده مقفولة، كده مفتوحة، كده مقفولة، كده مفتوحة. نرجع هنا ايه تاني مع الحتة بتاعة الباكت، ننزلها ايه تحت، نكبرها كده شوية. طبعا انت بقى لو عايز تعمل اللي هي التعرجات اللي هي بتبقى فوق ديت، تعالى نعملها مش مشكلة. دوس كنترول ار هنا، تنزلها لتحت كده شوية، دوس كنترول ار بالشكل ده، تعمل هنا مثلا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة، Alt E extrude along face normals بالشكل ده. ممكن بقى ان انت نجيب بس دي كده ايه في النص،
كده بالشكل ده. تقوم جاي هنا ندوس ار زد، هتلاقيه بنفتح بالشكل ده هكذا. بتقوم ايه مكرونة مفتوحة بالشكل ده. حلو، ديت ايه الفكرة. ده كده الموديل. تعالوا نعمل مثلا حركة انا عايز اجربها مثلا معاكم. لو مثلا نجيب هنا كلو، ولا بلاش، نيجي هنا عند السكلابت مود، ممكن نعمل شوية تعرجات هنا كده مثلا. بس انا لسه معملتش سب ديفيجن، ديت ممكن نعملها في الاخر خالص. تمام، ودوت كده الموديلنج خلص. كده احنا خلصنا الموديل. بس كده، دوت كان نهاية الفيديو. متنسوش بقى لايك وسبسكرايب، لسه في بارت 2 هنحط فيه التكستشر، وفي بارت 3 هنعمل بقى الانيميشن واللايت ونظبط الدنيا. بس كده، كان معاكم يوسف صلاح 3D artist. سلام.